ولد 16 سنة تعبني جدا وبنت 12 سنة مستحيل يقولوا الصراحة. في أسباب كتيرة لكذب المراهقين، فعشان أقدر أقول لحضرتك تعالي نحط إيدينا على السبب الرئيسي لازم أبقى عارفة أسلوب تربيتهم عامل إزاي، أو إيه اللي بيدفعهم إن هم يكذبوا لدرجة إن حضرتك بتقولي مستحيل يقولوا الصراحة. يعني مش بيكذبوا في مواقف ومواقف، لأ، كأن الكذب بقى هو أسلوب حياتهم. قد يكون أسلوب التربية اللي هم نشأوا عليه هو اللي وصلهم او هو اللي ساعدهم ان هم يبقوا بيكذبوا او مش بيقولوا الحقيقه. في بعض الاساليب التربويه اللي بتكون مبنيه على العقاب الشديد او الزعيق الجامد او الضغط قوي على مدار السنين مع التراكم بتعلم الولاد ان هم يكذبوا، علشان الولاد بيتعلموا او مخهم بيتبرمج بشكل تلقائي بسيط جدا اني لما بكذب ماما مش هتعرف فمش هتعاقبني، لكن لو قلت لها الحقيقه ان انا مثلا ما صليتش ولا عملت غلطه ولا الكلام ده بتنزل عليا بقى بعقاب ولا عصبيه ولا ضرب ولا شتيمه ولا الكلام ده، فانا هكدب بقى واريح دماغي. الى جانب برضو مثلا ممكن يبقوا اصحابهم بيعملوا كده، ممكن ما يبقوش حاسين قوي بقيمه الصدق في حياتهم، فكل دي عوامل ممكن تكون تخليهم بيكذبوا على حضرتك.